ما تضغطش على حد حتى لو كان من باب الحب. سيب كل واحد على راحته، لأن راحته دي هو ده الشعور الحقيقي اللي جوه منه. لو ضغطت على حد مش هيولد غير كذب وتصنع. سيب كل واحد على راحته، واللي بيحبك مش هيخليك أصلا تضغط عليه عشان يفضل جنب منك. اللي بيحبك هيفضل جنب منك من غير ما تبذل أي مجهود عشان يفضل جنبك. اللي هيخليك إنك تضغط عليه عشان يفضل جنب منك محبكش أصلا، ومهما تعمل من مجهود أو مهما تبذل مجهود عشان يفضل جنبك مش هيفضل. هتفضل تهلك في طاقتك وتهلك في نفسك وتستهلك كل الطاقة اللي جواك عشان تبذل مجهود عشان خاطر إنك تحاول إنك تقنعه إن هو يفضل معاك، أو إن هو أصلا إنك تبهره بحياتك أو بشخصيتك عشان يفضل جنب منك، ومش هيفضل. مهما تبذل في مجهود عشان يفضل مش هيفضل. هيجي غيرك بس لو شاور هياخده منك، لأن اللي بيحبك مش هيوصلك للمرحلة دي. اللي بيحبك هيفضل جنبك وهيفضل هتحس بوجوده من غير ما تبذل أي مجهود. ما تحاولش تستنفذ كل طاقتك لشخص هو أصلا مش عايزك، ومهما تعمل من كل حاجة إنها تبهره عشان يفضل موجود مش هيشوفها. هتبقى بالنسبة له ملهاش قيمة، لأنه أصلا مش عايز يفضل، هو رفضك أنت كشخص. فأنت أي شخص في الدنيا هيخليك إنك تبذل مجهود أو إن أنت تضغط عليه عشان خاطر يفضل معاك أو يفضل يكمل معاك مش هيفضل. فأنت وفر طاقتك ووفر مجهودك ووفر كل الحلو اللي جواك لشخص يكون شريك وشخص يكون بيحبك.